معنا النهارده من اخبارنا المهمه، مرتضى يطلب التعاقد مع عماد متعب. رئيس نادي الزمالك كان قاعد مع وكلاء لاعبين بيخلصوا في صفقه معينه وبيتكلموا في احتراف لاعب من الزمالك للخارج، وطلب من الثنائي اللي كان قاعد انهم يجسوا نبض الكابتن عماد متعب، وقال لهم ان الزمالك عايز يتعاقد معاه. هذا الامر لسه ما وصلش للكابتن عماد متعب، وانا بقول لكم من دلوقتي ان الكابتن عماد متعب مش هيوافق ولا هيبقى في دماغه القصه دي خالص، بس عشان نقفل الباب. لكن اللي دار في الكواليس انا بنقله نصا. حتى في القعده دي اتعرض على الزمالك صامويل ايتو اللي اتعرض برضه على النادي الاهلي واترفض في الاسبوعين اللي فاتوا. وكمان من ضمن الكلام اللي اتقال في القعده دي من رئيس نادي الزمالك، ويمكن الامر ده يعني ما حدش ياخده بضحك يا جماعه، يمكن لما عرضوا بعض اللعيبه وقالوا ايتو قال لهم ما تجيبوا لنا ميسي، هو هياخد كام يعني؟ ما اللي هياخدهم نجيب بيهم اعلانات. انا بدلل بس على اللي اتقال في الجلسه اللي طلب فيها رئيس نادي الزمالك ضروره التعاقد مع عماد متعب لاعب